لو انت شاب عندك 15 20 لحد 30 سنة، فانت بنسبة 90% انت مشتت، وده مؤخرك عن كل الاهداف اللي انت عايز توصل لها. فازاي تعمل ده؟ تعالوا نعرف. اول مشكلة بتواجهك كشاب بيحاول يوصل لهدفه، هو ان انت اصلا ما عندكش هدف. انت كل اللي انت بتشوف على السوشيال ميديا عربية بكذا، واحد عايش عيشة معينة انت عايز تبقى زيه، فيلا نشوف هشتغل ازاي وادور واعمل فلوس. الموضوع ميمشيش كده. لازم تشوف الاول هدف كبير فعلا، ويندرج تحت الهدف ده اهداف اقل منه، عشان تبدا توصل واحده واحده. سواء بتخش بقى انت يعني بالتوازي، يعني تعمل ده وده وده، او بتعمل حاجه بعدين توصل الحاجه اللي بعدها وتوصل الحاجه اللي بعدها. فانا بالنسبه لي وشايف ان دي وجهه نظري، وشايف ان دي المفروض يكون لاي شاب مسلم، ان تكون شاب مسلم قوي. طيب يعني ايه شاب مسلم قوي؟ مش مجرد انت تشيل الوزن ولا بتعرف تتخانق ولا بتعرف تفايت، لا، ده جزء منه. شاب مسلم يعني انت عندك قيم ومبادئ ما بتغيرهاش، شخصيتك قويه كمسلم. مش اي حد يقول لك تعالى هنا وشوف حد عنده فيوز كتير ولا حد بيعمل حاجه مختلفه يبقى انت كده خلاص تروح وراه وخلاص وتنسى مبادئك بقى. لا، يبقى انت بتبدا اول حاجه خالص، الهدف الاساسي ليك ان انت تبقى شاب مسلم قوي. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. فدي قاعده اساسيه كده تمشي عليها. طيب عشان تعمل ده اكيد هينقسم لكذا قسم. هتخش الاول مثلا دينيا. طيب دينيا ايه البيزكس بتاعتك عشان تبقى يعني بير مينيمم زي ما بيقولوا ان انت تكون شاب مسلم قوي؟ اول حاجه بتصلي صلواتك الخمسه كلها في ميعادها. وعشان تبقى راجل برضو لازم انت تصلي في المسجد، لان برضو زي في سوره النور ربنا قال: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. فدي حاجة بتأثر فيا قوي قوي، إن ربنا يقول على ناس راجل، دور رجال، يعني ربنا هو اللي بيحددهم بحاجة زي كده. فخلاص ما تجيش تقول الراجل هو اللي بشنب، الراجل هو اللي بيزعق، لا، هو ربنا قال حاجة معينة فيهم، هي الناس دي كده يبقى الناس دي كده. فحاول تحافظ على صلاة الجماعة. فأقل حاجة خالص، لو انت يا عم مع اصحابك في الشغل، جمع اصحابك في الشغل وصلوا، او اصحابك في المدرسة وصلوا لو مش هتعرف تروح المسجد. بس الجماعة لا، فايدتها كبيرة قوي. طب دي اول حاجة. تاني حاجة اكيد ان انت تبر اهلك. دي حاجة مش ما فيهاش نقاش. قوتك فعلا بتبان لما اهلك يكونوا مضايقينك في حاجة او طالبين منك طلب وانت مش عايزه وتعمله بر ليهم، او حتى كمان من غير ما هم يطلبوا حاجه انت بتعملها انت بنفسك. ده البر فعلا، انت مش بتسأل لهم حاجه وانت تبرهم حاجه تانية، فاهم؟ فدي حاجه مهمه قوي. تالت حاجه معاملتك مع الناس بقى، اخلاقك. يعني اخلاقك ازاي؟ ان انت تكون في مكان مثلا تمشي بينه محدش يقول ده كان كذا، ده كان كذا، ده كان كذا. الكذب والغيبه والحاجات دي كلها، دي من ناحيه ان انت تكون راجل قوي، دي اقوى حاجه. ان انت تتحكم في شهوه الكلام والغيبه، وانت تغتاب حد كان معاك او حد كان قاعد معاك او ايا كان، دي لا، دي كبيره. انت تعرف تتحكم في دي بتخليك فعلا راجل قوي. فدي بوينت كمان. اخر بوينت، طبعا احنا اتكلمنا على حاجات ليها علاقه بالشهوه، يبقى الشهوه هي اللي بتحرك الانسان اصلا، وعشان كده ربنا خلقها فينا، عشان يا اما نتجوز، عشان يا اما نعرف ناكل، عشان نعرف نعمل الحاجات دي كلها. غير كده ما كانتش تبقى موجوده. فلازم تكنترول الشهوه بتاعتك في كل حاجه مبدئيا. في الحرام تغض بصرك، دي شهوه لازم انت تعمل لها كنترول. في الاكل انت مش اي حاجه قدامك تاكلها وخلاص، لازم لا تكنترول الشهوه بتاعتك دي، عشان تحس ان انت فعلا قوي، انت تحس بانتصار. لو انت قدامك مثلا بنت لابسه لبس مش كويس وانت ما بصيتلهاش، دي تبقى انتصار. لو انت قدامك اكله مش هيلثي وانت مش المفروض انت تبوظ الدايت دلوقتي ومسكت نفسك، هتحس بانتصار. نفس الكلام على اي حاجه على السوشيال ميديا، بنت مش كويسه طلعت لك مره واحده، هتحس بانتصار. فان انت تغلب شهوتك دي من اقوى الحاجات. يعني هم كانوا بيقولوا كده، في حد كان بيقول كمان ان الشيطان اصلا بيخاف بيجري كمان من اللي بيبقى قوي على شهوته وقوي على هواه. ان هو كل حاجه انت هواك وشهوتك ان انت تقعد تمسك الموبايل وتسكرول 24 ساعه وقاعد ولا بتعمل اي حاجه. لو انت قاومت ده وقمت ونظمت وعملت واشتغلت، انت كده قاومت شهوتك، فانت كده بقيت اقوى. فدي من بوينت ممكن نقول دينيه شويه برضو، مش تفصيل قوي، انا بقول كلام بس من دماغي عامه يعني. طيب تاني حاجه، ان انت عشان تبقى برضو المسلم القوي ده
لازم تهتم طبعا بجسمك. الحاجه اللي انا طبعا بحبها شخصيا جدا، في ناس ما بتحبهاش كجيم، بس انا شايف ان الجيم مبدئيا لا مهم جدا جدا ليك. ماشي كده كده حلو انت تلعب اي رياضه تانية، خصوصا لو رياضه قتاليه بصراحه. يعني فكره ان انت تلعب مش عايز بصراحه اقول برضه رياضات معينه، بس يعني ممكن تبقى هوايه، تلعب كوره، تلعب تنس، تلعب طايره، بس ان انت تدخل رياضه قتاليه ده مهم جدا ليك، وان انت داخل الجيم ده مهم جدا ليك. انت في الاول وفي الاخر انت في ناس انت مسؤول منهم، او هم مسؤولين منك، معلش. ففي اهلك، لو اخواتك اللي اصغر منك، مامتك، نفس الكلام لما تتجوز خطيبتك او مراتك، الناس دي كلها مسؤوله منك. فما ينفعش لا قدر الله تحت اي موقف تجري ولا تعمل ولا تخاف، ولا تكون انت عندك كل حاجه، فاهم؟ فحاول تشوف رياضه قتاليه. انا مع نفسي بتمرن مصارعه عشان قلت اما ابعد عن موضوع الضرب في الوش والكلام ده كله عشان حرمانيه، وبحب المصارعه جدا، فالمصارعه لذيذه. ما اعرفش حكم ان انت مثلا ما تنافسش بس تتعلم الحاجه دي. اعتقد لو انت ما ضربتش حد في وشه خلاص، فاهم؟ فانت ممكن تتعلم مثلا على ساند باج او على اي حاجه، بس تحس انت مثلا لا القبضه بتاعتك تكون قويه، فلو لا قدر الله اتحط في اي موقف تعرف تاذي فعلا، فاهم حاجه؟ دي حاجه. الجيم مهم جدا اولا كشكل، لان الشكل انت مش متخيل قد ايه الشكل ده حاجه مهمه. مش راجل بقى الناس سطحيه والكلام ده كله، بس وانس ان انت شكلك قوي، جسمك كويس، انت هتخش هتلاقي ثقه، هتلاقي فيه ثقه. يعني لما تخش كده اي مكان شغل، جيم، داخل اي مكان، انت نفسك هتكون فيه ثقه، الناس هتبص لك بصه مختلفه. ده يفرق معاك جدا في الشغل، انت تبقى واجهه، فاهم؟ انت حد الناس كلها نفس الحاجه، فاهم؟ فانت اول ما تخش ايه ده في حد جسمه مختلف، في حد شكله مختلف. فالجيم مهم جدا، غير ان هو بيبني جواك منتال تفنس رهيبه وصلابه نفسيه، ان انت ازاي تكنترول دايت وتمرين، تنزل تتمرن 4-5 ايام في الاسبوع. فبصراحه دي حاجه لا يعني هايلي ريكومند بصراحه. انت تنزل تتمرن الجيم، حتى تتمرن 3 ايام بس في الاسبوع، بس تنزل تكون بتشيل حديد، تعمل الكلام ده كله، ده مهم جدا ليك.